اهلا بكم، انا منال حسين ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض اتنين من انواع الصوص، الشوكولات المروار والجناش. اللي انتوا شايفينه دوت شوكولات مروار زي ما انتوا شايفينه عامل ازاي، واللمعه بتاعته جميله ازاي. بس هو انا لسه عشان لسه عاملاه خفيف، المفروض لما بيتقل شويه بيتقل شويه السمك بتاعه، وبيتجلس بيه طبعا التورتات والجاتوهات. شايفينه عامل اللمعه بتاعته جميله ازاي. هو ليه مقادير وليه خطوات شويه، ان شاء الله يعجبكم. اتمنى ان يعجبكم. يعني نبتدي بقى المقادير. معانا 300 جرام شوكولاته خام، و200 مللي ميه باكواب المطبخ العاديه، و500 ونص كيلو سكر، ونص كوبايه كاكاو، 50 جرام كاكاو اسباني، و15 جرام جيلاتين، معلقه كبيره مش مليانه زي ما انتم شايفين كده، ومعلقتين جلوكوز. هنجيب الجزرولة، هنزل بالسكر 500 جرام سكر، بالاكواب المطبخ العاديه 3 كوبايات، والكوبايه الثالثه ناقصه صابع كده. واحط بقى كوبايه الميه بردك بنفس الاكواب 200 مللي ميه. وكمان يا جماعه معانا في المقادير 50 مللي كريمه لباني، بس انا ما حطيتهاش في المقادير معايا. نص فنجان القهوه الصغير، معلقتين الجلوكوز، اخد بقى ده كله على النار واحطه على النار واسيبه بقى يغلي حبه. وكمان معايا نص كوبايه فنجان صغير ميه، 50 مللي ميه، هحط عليهم 15 جرام جيلاتين، واسيبهم بقى على جنب. والميه والسكر دول المفروض يوصلوا لدرجه غليان 112 درجه. لو في ترمومتر بيبقى افضل يعني، بس انا بسيبه يغلي 10 دقايق على النار. في المرحله بقى دي هضيف الشوكولاته الخام، هقلبهم كده عشان بس تدوب الشوكولاته مغطيه خالص على النار. وممكن كمان اشيل الكازرولة. هبتدي بقى اضيف 50 جرام كاكاو خام اللي هو نص كوبايه، اقلبهم حلو قوي لحد ما يختفي الكاكاو. زي ما انتوا شايفين عامل ازاي. هو بس الفيديو فصل معايا يا جماعه، معلش. انا ضفت نص كوبايه نص كوبايه كريمه لباني، نص كوبايه القهوه الصغيره. دي بتبقى الجيلاتين. على النار موطيه، النار هاديه خالص، وهقلب حلو قوي. اشيلها بقى من على النار، وهجيب بوله زي ما انتوا شايفين كده، ولازم اصفيه. لازم يتصفى. شايفين السمك بتاعه ازاي، واللمعه بتاعته جميله ازاي. بيتجلس بقى بالتورته، واللي بيستخدمه برضك في الجاتوهات. شايفين ازاي التكتلات بتاعه الكاكاو والجيلاتين. المفروض بقى اسيبه يهدى شويه كده، واضربه في المضرب لو مفيش معايا عندي هاند بلندر. بس انا عشان الحلقه ما تطولش معايا، احطه في المضرب لما يهدى شويه ويبرد، عشان الفقاقيع اللي فوق الوش دي ما بتبقاش موجوده، عشان لو حطيناها على التورته كده مش هتبقى كويسه واحسن حاجه. او بالهاند بلندر. شايفين عامل اللمعه بتاعته ازاي. بس هو طبعا عشان سخن لسه خفيف شويه.
المفروض اسيبه يهدى كده على الرخامة في المطبخ، ما ينفعش احطه في التلاجة، والمقاوم بتاعه يبقى مظبوط. انزل بيه على التورتة متجلسة بالكريم شانتيه، والتورتة المفروض تكون في الفريزر. شايفين اللمعة؟ هنبتدي بقى نعمل معاكم الجناش. بردك الجناش بنجلس بيه التورتة بالاكواب المعيارية. ربع كوباية زيت، وبنفس المعيار ربع كوباية لبن كامل الدسم. احط عليهم معلقتين كاكاو، الكاكاو ومعلقتين كمان كريم شانتيه. انا حاطه معلقتين كاكاو وكريم شانتيه عشان بس يدعموا الطعم. هقلبهم حلو قوي، واخدهم بقى على النار. اول ما يبتدي يغلي هضيف بقى الايه الشوكولاته. اول ما يبتدي يغلي زي ما انتوا شايفين كده هضيف 250 جرام شوكولاته. انا مستخدمه شوكولاته خام فيينا، وممكن بردك سما جميله قوي. انا على طول بستخدم يا فيينا يا سما. 250 جرام. ابتدي اقلب فيها بقى لحد ما تدوب الشوكولاته. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه ازاي. انا حسيت بس ان القوام بتاعه خفيف شويه، فاضفت كمان ايه 3 معالق او 4 معالق لبن، عشان لسه ما هيبرد هيتقل اكتر من كده. لو لقيتيه خفيف معاكي ضيفي حبه لبن. هنزل بقى بالصوص زي ما انتوا شايفينه كده في البوله. هو طبعا بقى بردك خفيف، اسيبه كده على الرخامه واجلس بيه التورته. لازم التورته طبعا تكون في الفريزر، وتكون عليها كريمه، وانزل بيها على بالجناش على طول. شايفين اللمعه بتاعته حلوه وجميله ازاي. لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعه ما تنسونيش في اللايك والشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله.